طب بسم الله كده احنا جايين نتكلم على الموسم الجديد ونشوف الكلام على ايه وايه افضل طريقه يعتمدها كابتن معتمد جمال، ونشوف الزمالك يقدر يعمل ايه السنه اللي جايه. هل الوضع كارثي؟ اكيد انت عايش معايا في نفس الواقع المرير اللي احنا كلنا عايشين فيه وشايف الوضع الصعب ومعايا على ارض الواقع، ولكن هل الوضع مستحيل؟ لا، الوضع صعب، ولكن حتى لو مستحيل فانت بتاع المستحيلات كلها عموما. يعني انت الراجل المستحيل في الدوري تبقى داخل البطوله من هنا غير مرشح وعندك مشاكل وبتفوز بالبطولات عادي جدا. يعني انت لو رجعت لاخر 3 دوري فزتهم من 2020 لحد 2026، ال3 دوري اللي خدتهم انت كنت غير مرشح نهائيا بالفوز باي دوري. كان عندك نفس المشاكل الماليه والاداريه والتجاريه، ولاعيبه بتمشي وبتسيبك وبتبيع لعيبه، ولاعيبه بتخونك، وعندك ايقاف قيد، وعندك مشاكل كتير قوي. يعني انت معايا، انت عارف الزمالك يعني، ومع ذلك كنت بتخش وبتكسب عادي جدا بعض البطولات. كنت مثلا على مدار ال10 سنين بتعرف تفوز ببطولات وانت عندك مشاكل وحاجات كتير قوي. والعامل المشترك في كل البطولات اللي انت فزتها عموما اخر 10 سنين، بالتحديد اخر 6 سنين، هو ان انت كنت بتخش كل بطولة بشخصية واحدة بس فقط لا غير، شخصية الاندر دوج، الفريق الغير مرشح لاي حاجة وبيفوز بكل حاجة. لما كنت بتخش بشخصية بقى ان انا بطل الدوري وانا بطل الكونفدرالية وعايز افوز بكل حاجة، كنت بتاخد على وشك. فده اول درس لازم يعمله كابتن معتمد جمال، ان هو يتنازل عن الغرور وان انا بطل الدوري وانا والحديد التاني، لان الكلام ده مش هياكل عيش نهائيا في الزمالك السنه اللي جايه. هو كده كده هتبقى بجاحه الصراحه يعني لو في واحد داخل بالشخصيه دي بالاوضاع اللي احنا فيها. ولعل وعسى المشاكل اللي حصلت للزمالك دي تحطك على ارض الواقع وتعرفك انت فين، لان انت حتى لو ما المشاكل دي ما حصلتش، انت السكواد بتاعك مش اقوى حاجه ولكن مش اضعف حاجه برضه. ولكن انت رب ضاره نافعه ديت ممكن يكون درس ليك تخش الموسم الجديد ان انت بشخصيه الاندر دوج. ادي الايجو والشخصيه والغرور للفرق التانيه، وفي الاخر باذنك يا رب يعني يقع على وشهم زي ما حصل السنه اللي فاتت، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا يعني. فدي اول حاجه لازم معتمد جمال ان هو يعتمدها، ان هو يخش بشخصيه الاندر دوج واحده واحده كده، وفي الدوري كده تقدر تخطف لك بعض النقط. وهقول لك ازاي الزمالك ممكن ان هو يفوز بالدوري كمان شويه. ولكن تعالى اقول لك ليه انا بقول الوضع صعب مش مستحيل. انت عموما لو هتقارن سكواد الزمالك بسكواد اي فريق تاني في الدوري، سواء الاهلي او بيراميدز او سيراميكا او ايا كان، فسكواد الزمالك عندك 5 6 لعيبه بالكتير قوي افضل من كل اللعيبه اللي في الفرق التانيه. بمعنى يعني انت بص، لو هنشيل حراسه المرمى مصطفى شوبير فمعتمد، فالمهدي سليمان ومحمد الشناوي واحمد الشناوي سواسيه، الاثنين في نفس المستوى. محمد عواد برضو معاهم في نفس المستوى، مفيش غير مصطفى شوبير هو اللي فارق عنهم، وان شاء الله يحترف يعني وربنا يكرمه. لو هتروح لخط الدفاع بالنسبه لي انا، محمد اسماعيل بيتفوق على معظم المدافعين اللي في الدوري المصري او اغلبهم كمان. حسام عبد المجيد اللي فرق معاك رحيل، ولكن ممكن قوي الونش اللي هو بالنسبه لي برضو لو جاب مستواه هيبقى مش فارق بكتير قوي عن بقيه المدافعين اللي في الدوري، بل بالعكس ممكن ان هو يكمل محمد اسماعيل. الونش اللي لازم يتم التعامل معاه بشكل صحيح طبيا، واللياقه البدنيه بتاعته والمعد البدني لازم يتعاملوا مع الونش بطريقه صحيحه، بحيث برضو ان هو ما يتصابش كتير. مشكله الونش كلها في الاصابات، ولكن غير كده هو لو بطل يتصاب هيبقى عنده القدره ان هو يعوض رحيل حسام عبد المجيد. الباك اليمين عندك محمد ابراهيم وعمر جابر ما فرقوش كتير عن اي باك يمين في الدوري، بخلاف الشيبي اللي هو بالنسبه لي فارق عن اي باك يمين تاني. فعمر جابر زي محمد هاني زي محمد ابراهيم زي اي حد في الدوري كلهم سواسيه. الباك الشمال انا بشوف ان بنتايج لو جاب مستواه هيبقى بيتفوق على كل الباكات الشمال اللي في الدوري، مفيش حد مثلا يقرب منه. حتى فتوح اللي هو بديله لو ركز في الكوره وبطل سرسره وادرك ان هو كابتن الزمالك، عادي جدا برضه يقعد بنتايج ويبقى اقوى باك شمال في الدوري. ولكن ممكن تعمل برضه جبهه ما بين بنتايج واحمد فتوح، هنجيلها كمان شويه. ولكن انت عندك في خط الدفاع عندك 2 عناصر او 3 عناصر يعتبروا لا اما الافضل في الدوري لا اما بيقربوا من الافضل في الدوري، فالفروقات مش بعيده. ونخش في نص الملعب اللي هتبقى الفروقات بعيده شويه. محمد شحاته كويس ولكن مش اقوى حاجه. عبد الله السعيد يعني ربنا يستر، مش عارف ايه احنا الكلام هيبقى على ايه الموسم الجديد باللياقه البدنيه، برضو كبر كتر خير الدنيا. ادم كايد بيقولوا ان هو فايق ومركز في فتره الاعدادات، ولكن احنا مش عارفين برضو داخل على ايه. فانت خط النص بتاعك يعتبر اضعف خط نص من ال3 انديه الكبار. يعني انت بيراميدز عندهم 3 4 عتاوله، عندك الاهلي امام عاشور مروان عطيه ولاعيبه كتير قوي كويسه في نص الملعب. فانت
يعتبر ده الخط اللي انت ما عندكش حد بيقرب من الاقوياء اللي فيه في الدوري. ولو هنطلع خطوه لقدام في خط الهجوم، بالنسبه لي بيزيرا لا يقارن باحد في الدوري، ولا زيزو ولا اي حد. هو بالنسبه لي بيفرق بمسافات بعيده جدا عن اي حد، ويا رب يرجع بسرعه ويخش كده في مود المباريات ويسندني السنه دي. بالنسبه لي في خط الهجوم عدي الدباغ برضو بيتفوق على اي حد، بيجي بعديه ناصر منسي زيه زي بقيه المهاجمين اللي في الدوري، فانت ما عندكش مشكله برضو. لكن مشكلتك في الوينج الشمال، وانت عندك في الحته دي شيكوبانزا ودوت ما فيش منه امل. ولكن انت لما بصيت على السكواد من بره وشفته وقارنته بسكواد الاهلي وبيراميدز، انت عندك 4 5 لعيبه بيتفوقوا على لعيبه بيراميدز ولعيبه الاهلي. ولكن الفكره كلها ومشكله الزمالك في الدكه، اللي انت كده كده هتدعمها بالناشئين، والناشئين اللي لازم يتم التعامل معاهم بشكل كويس جدا وذكي جدا. وهنا بقى نروح لافضل حاجه يعملها معتمد جمال عموما مع اللعيبه ومع الناشئين. اولا المعد البدني لازم يشتغل صح وبذكاء، واللي انا بسمع عنه ان هو كويس، ولكن اتمنى يشتغل بذكاء مع اللعيبه بحيث ان هو ما يزودش الحمل، وان هو يوقف اللعيبه كلها على حيلها بحيث ان ما تحصلش اصابات عضليه. تاني واحد مهم جدا للجهاز الفني هو محلل الاداء، اللي دوت كويس جدا والسي في بتاعه كويس جدا. محلل الاداء دلوقتي في ظل العلم اللي احنا فيه هو مهم جدا للمدير الفني. المدير الفني ما بيقدرش ياخد قرار غير لما بيلجأ للمحلل الاداء ده. عندك في برشلونه في 2 محللين اداء، مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا كان عنده 6 7 محللين اداء، ولكن احنا في عالم ثالث دلوقتي، فانت لازم محلل الاداء يشتغل صح مع معتمد جمال بحيث ان هم يتلاشوا اي اخطاء او يقللوا الاخطاء. وثالث حاجه والمهمه برضو ما تفرقش خالص عن 1 و2، هو ان انت اللعيبه دي لازم تاخد فلوسها في مواعيدها، بحيث ان انت تديهم الحافز. لازم تخلي مكافأة الفوز ياخدوها اول باول كده، وتحاول ان انت ما تاخرش مرتباتهم. والكلام ده للاداره، اتمنى يعرفوا ان هم يعملوا حاجه زي كده، بحيث برضو ان انت تدي فرصه للجمهور ان هو يقدر يتكلم مع اللعيبه دي ويحاسبها. انت لو هتقيم سكواد الزمالك ب7 من 10 والاهلي وبيراميدز 9 من 10، فالجمهور يقدر يخلي 7 من 10 8.5 من 10 وممكن 9 من 10 في بعض المباريات. وكده كده الجمهور هيعمل كل حاجه ممكنه كالعاده، ولكن لازم الاداره برضو تشتغل نفسيا وماديا شويه مع اللعيبه. لازم برضو ان انت تديهم حقهم بحيث ان اللعيبه تتحاسب من المدرب وتتحاسب من الجمهور. وعموما الوضع مش صعب. انت لو هتقول لي افضل حاجه معتمد جمال يعملها السنه اللي جايه والاداره تقول له اعملها، تقول له بيع الدوري بدري بدري وما تركزش في الدوري، العب واكسب عادي جدا، ولكن تركز في دوري الابطال. دوري الابطال كلها 10 12 ماتش، عادي جدا ان انا اركز في كل الماتشات دي واروح اخد دوري الابطال، لان ده الامل الوحيد اللي ليا ان انا ارجع تاني على الساحه. ان ده الامل الوحيد اللي ليا ان انا اقدر ادعم الفريق ككل، وان النادي كده يتنغنغ ويبقى معاه فلوس. انا لو عندي القرار هقول لك يا عم بيع الدوري، او مش هقول لك بيع الدوري، ما تركزش قوي في الدوري. يعني مثلا لو عندك مباراه في بطوله افريقيا وقبلها ب3 4 مباريات في بطوله الدوري، ريح اللعيبه الاساسيه اللي في بطوله الدوري لماتش بطوله افريقيا. افريقيا كلها زي ما قلت لك 10 12 ماتش تكسبهم تاخد البطوله مستريح. وكده كده البطوله ما فيهاش انديه تقيله، يعني اتقل نادي في البطوله دي يقلقني هو الاهلي ومش موجود في البطوله. عندك سان داونز وبيراميدز، الترجي بقى والانديه والجيش الملكي ونهضه بركان تقريبا اللي هيلعبوا الموسم اللي جاي في البطوله. مع احترامي ليهم كلهم تقدر ان انت تسد معاهم وتخش معاهم ند بند، ودي اول حاجه ممكن يعملها معتمد جمال. ولكن برضو انت هتبقى محتاج ان انت تركز في الدوري لعل وعسى، يعني انت تقدر ان انت تعمل الاثنين، مفيش حاجه بعيده خالص عن ربنا. ولكن اقول لك من دلوقتي عايزك تهتم بالمباريات الصغيره، مباريات بقى الشرقيه، انبي، الجونه، المحله، حرس الحدود، الجيش، الانديه دي اللي هي الانديه الصغيره دي اللي بتوقع نقط واللي بتخليك ان انت تتعادل وتخسر، والنقط ملهاش اي 30 لازمه اكسبها، لان كده كده الاهلي وبيراميدز هيوقعوا نقط في المباريات دي. انا بقول لك من دلوقتي اخسر من الاهلي، اخسر من بيراميدز وهتاخد الدوري، ولكن اكسب بقيه الماتشات دي كلها. الدوري يعني تجميع نقط، وعشان تجمع نقط لازم تكسب المباريات الصغيره. ولو ترجع لاخر مثلا 3 دوري الزمالك خدهم، انت كنت بتخسر من الاهلي فيهم، كنت بتخسر من الاهلي ما عندكش اي مشكله، كنت بتروح تفوز بالدوري. اي نعم كنت بتكسب بيراميدز، وبالنسبه لي بيراميدز كده كده ان شاء الله يعني انت راكبه نفسيا، ولكن ما تربطش فوزك بالدوري بفوزك على الاهلي. لا، مش شرط ان انت تكسب الاهلي، عادي اتعادل معاه، اخسر منه، ولكن اكسب بقيه الماتشات الصغيره وخدها على محمل الجد. ساعتها انت ممكن تقرب قوي قوي من الدوري. والزمالك عموما عنده اكتر من خطه يقدر يعملها السنه اللي جايه ويعتمد عليها،
وتقدر ان انت تكسب ماتشات كتيره، لان انت زي ما قلت لك عندك العناصر اللي تقدر تساعدك في حاجه زي كده. اولا ممكن تلعب باتنين مهاجمين عادي جدا، لان انت عندك وفره كتير قوي في خط الهجوم او في مركز راس الحربه. وبخطه ال 4-4-2 انت بتامن دفاعك وبتامن خط النص برضه، ويبقى معاك اتنين مهاجمين تقال قدام تقدر ان انت تلعب على الكرات العاليه والركنيات اللي لازم برضه معتمد جمال يهتم بيها، لان الركنيات دلوقتي بتخلص بطولات. ارسنال خد البريمير ليج السنه اللي فاتت بسبب الركنيات، فانت لازم تهتم بالكور الثابته لان هي ممكن تكسبك بطولات. دي اول حاجه. تاني حاجه المهاجمين ممكن تفيدك بالتحولات، وانت عندك اللعيبه اللي تقدر تخدمك في الخطه دي، عدي الدباغ، اخوان بيزيرا، شيكو بنزا حتى لما ينزل من على الدكه. ففي حته التحولات اللي انت بنسبه كبيره هتعتمد عليها برضو دي حاجه كويسه. فانت ممكن تلعب ب 4-4-2، ممكن تلعب ب 3-5-2، تلعب بثلاثه مدافعين صراح وتطير بقى بنتايج واخوان بيزيرا، ويبقى عندك لعيبه اكتر في خط الهجوم. عموما الزمالك الوضع مش كارثي، وهنيجي لفيديو فني بحت بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وهنتكلم باستفاضه يعني عن الموضوع دوت وايه هي الخطط الفنيه اللي ممكن يعملها كابتن معتمد جمال. وزي ما قلت لك الوضع مش مستحيل، الوضع صعب، ولكن انت الزمالك بتاع المستحيل وبتاع الصعب. وعموما يعني ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك واشترك في القناه، وبس كده. سلام.